السلام عليكم ايها الرائعون. سوف نتحدث اليوم سويا النهارده ان شاء الله نتمرن تمرين بول ده هنشتغل فيه عضلات الظهر، عضلات الكتف الخلفي، وهنشتغل معانا بايسبس. يلا بينا ليتس جو. هندخل هنا قلنا اول حاجه على جهاز اللات بول داون، هنمسك المسكه المعكوس هكذا ناخد لغايه الفوق كده والله علشان ما يحصلش معايا استهداف كتير او اكتر لعضلات الباي وانا بشتغل. احاول قلنا اركز على الهيومرس، العضد هو اللي ينزل يتني ويفرد. بحاول ان انا ما اتنيش الريست معايا للداخل وانا شغال، وبشتغل طبعا في التمرين ده اكتر على عضلات اللاتس. مفيش فرق كبير ما بين هذا وهذا في الماسكه بتاعتنا. يلا بينا على التمرينه الثانيه، ليتس جو. تاني تمرين هنشتغل فيه النهارده تمرين الدمبل ماجنس. هنقف هكذا كده. برضه كل الفكره كلها في العضد بيتفرد ويتني، العضد يتفرد ويتني اهو. مستوى الجذع وانزل افرد، مستوى الجذع وانزل افرد، بحاول اجرب. يلا بينا على التمرين اللي بعده نيكست. تالت تمرين هنشتغل بيه النهارده تمرين الكتف الخلفي. هنلعبه على جهاز الكتف الخلفي اللي هو الفراشه العكسي، وهيكون واحنا قلنا قبل كده في فيديو فات ان احنا هننزل المرفق لاسفل، مش هيكون في عرض كتفنا، المرفق هيكون لاسفل وهنسحب ونرجع، ومش هنسحب من الامام، هنسحب من هذا المستوى هكذا، من هنا مش من هنا، مستوى من هنا مش من هنا. هوب. لو جبنا من الامام في عضلات ثانيه هتشارك معانا في الحركه، مفيش مشكله. بس انت لو عايز تستهدف كتف الخلفي فقط اشتغل من هنا. انت لو عشان تعمل حاجه اسمها هوريزونتال ابدكشن، الماسكه بتاعتنا الناتشرال بيكون افضل من دي هكذا، والمرفق كله للاسفل هكذا، بسحب للخلف وارجع تاني. وانا بشتغل برضو زفير وانا بسحب، شهيق وانا راجع. ننقل على التمرين اللي بعده نيكست. التمرين اللي بعده هيكون بالبار بايسبس. الريست بتاعي مشدود، بطلع اعمل تاني للمرفق وانزل تاني هكذا وانزل تاني. الريست مشدود، تاني فرد، الريست ما بيتحركش معايا. نيكست. التمرين اللي بعده هيكون على جهاز السحب الارضي. اي تمرين هنلعبه على السحب الارضي بيكون صدري مايل للامام هكذا ووسطي للخلف هكذا، وبفرد قلنا المرفق للاخر واعمل تاني فرد عشان اشتغل على العضلات واستهدف العضلات بتاعت اللاتس او الماجنس بتاعتي. همسك كده ابتدي اسحب بالمرفق هكذا لمستوى الجسم وافرد تاني للاخر هكذا. الجسم ما بيتحركش للامام ولا الخلف، ما بيتحركش الامام ولا الخلف، المرفق هو اللي بيتفرد وبيتني وجسمي في وضع ثابت. اب. نيكست اللي بعده. نيجي بعد كده لتمرين الباي، هنلعبه هنا على جهاز الهورس، وبنظبطه على المرفق بتاعنا. يعني احنا هنقعد هكذا، ما نظبطوش من المقعد، نظبطه هكذا، والدراع يبقى ممتد هكذا ويكون واخد اريحيه. اوكي، مش اعلى ومش اقل. افرد واطلع لغايه هنا، ما اطلعش اعلى من كده. افرد افرد افرد. ننقل على اللي بعده نيكست. اخر تمرين هنشتغل عليه النهارده هنشتغل عضلات الترابيس، الابر ترابيزيس. خلاص، هنشتغل هنا على الكيبل بالمسطره الواسعه. هنقف هكذا، رجلينا في عرض كتفنا، واطلع العضلتين بتوع الكمكم وانزل تاني، اطلع الكمكمه وانزل تاني، واحاول على قد ما اقدر ما احركش المرفق. هوب، رفع رفع رفع. زي ما بنقول كل مره في موضوع تمرينة الترابيس ان احنا بنعمل عمليه رفع خفض، بنحاول ما نشغلش معانا الريست، بنطلع بالكتف وننزل لتحت، نطلع للكتف وننزل لتحت. وبكده يكون انتهى الفيديو الخاص بنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو حابب تتابع معايا اونلاين كلمني على الواتساب وانستجرام. تحياتي افليا.